سمعنا منذ قليل في إحدى الشهادات من سطيف، يعني بالأمس القريب غادرنا سي عبد الحميد مهري رحمه الله، وهو مدرسة أخرى يعني في النضال وفي الوطنية. فمكمن الصعوبة اليوم في كتابة المذكرات هو كيف يمكن أن نفصل الذات وبكل علمية وبكل منطق نقدم الحقائق التي تحتاجها الأجيال القادمة في الجزائر. ما أمسنا وما أحوجنا إلى معرفة تاريخنا، إلى معرفة تاريخ الثورة، ولا يمكن أن يتسنى لنا ذلك إلا من خلال كل هذه الشهادات. الجميع هي الشهادات تكون حتى وإن كان صحيح المعضلة في الذاتية أحيانا، لكن نأخذ شهادة هذا وذاك 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 ونجمعها في الأخير أكيد ستعطي حقيقة، ستعطي صورة إضافية أو بعد إضافي آخر لتاريخنا الكبير. كان يعجبني كثيرا كلام الراحل أحمد بن بلة عندما كان يعود في كل مرة عندما يسأل يعني أنت من أي فصيل، بمعنى أي حركات التحرك، يقول أنا أعود بي إلى الماضي، أعود بي إلى الثورة، إلى المقراني، إلى الزعاتشة، إلى الأمير عبد القادر. يعني من مدرسة المقاومة الشعبية كان ينهل. نعم، عندما تجمعون كل هذه النضالات من المقاومة الشعبية حتى ثورة أول نوفمبر ستجدون ملامح أحمد بن بلة، ستجدون في كل هذه. لست لا لائكيا ولا علمانيا ولا إسلاميا ولا هذا، أنا جزائري. كل هذه لست لا لائكيا ولا علمانيا ولا إسلاميا ولا هذا، أنا جزائري. كل هذه لست لا لائكيا ولا علمانيا ولا إسلاميا ولا هذا، أنا جزائري. كل هذه لست لا لائكيا ولا علمانيا ولا إسلاميا ولا